كنتوا زيي كل رمضان تحوسوا وتضيعوا وما تعرفوا اي مسلسل تبدوا فيه، انا اليوم قررت اختصر عليكم وحقول لكم احلى الاعمال الرمضانيه، والحلو انه كلهم موجودين في تطبيق واحد اللي هو فيو، وكمان عندهم حاليا عرض ما يتفوت راح احكي لكم عنه في نهايه هذا الفيديو. انا شخصيا احب المسلسلات الخليجيه فشدوني مسلسلين. اول مسلسل اسمه قبل وبعد، حبيت هذا المسلسل مو بس لانه كوميدي بس لانه كمان يناقش موضوع الجمال والشهره وكيف انه السوشيال ميديا تاثر علينا بدون ما نحس. ثاني مسلسل انا ولا انا، دراما عائليه قويه تتكلم عن انه كيف قرارات افراد الاسره بعد وفاه الاب ممكن تغير مصيرهم بالكامل. وطبعا مو بس خليجي، في مسلسلات مصريه زي مثلا علي كلاي وهي دراما حقت صعود وانتقام عن شاب بيحاول انه ينجح لكن عنده صراعات تقلب حياته. وكمان مسلسل اسال روحك، هو مسلسل تشويق وجريمه يتكلم عن قضيه غامضه تكشف اسرار فساد كبير. ومسلسل السوق الحره يتناول كوميديا خفيفه داخل المطار والمواقف المضحكه اللي تصير هناك. ومسلسل حد اقصى يتكلم عن امراه عاديه فجاه دخلت عالم الجريمه وتبدا رحله النجاه. ومسلسل قطار صغنطوط هو عباره عن مسلسل حق اثاره نفسيه عن ماضي مظلم يلاحق صاحبه. وروج اسود هو دراما نسائيه عن الطلاق، القوه والصداقه. وكمان في مسلسلات سورية إيه لكن زي مثلا مسلسل عيلة الملك، هو بيتكلم عن صراع عائلي على السلطة والثروة ومليان خيانات. أو مسلسل بيت الأحلام هو كوميديا اجتماعية عن شباب بيحاولوا إنه يحققوا أحلامهم. ومسلسل اليتيم هو دراما تاريخية عن الانتقام والقدر والحب. وآخر مسلسل اسمه المقعد الأخير هو عن وحدة تحاول إنها تثبت نفسها رغم الظروف. اللي حبيته الصراحة إنه كل مسلسل عنده فكرة معينة ورسالة معينة، مو تضيع وقت وخلاص. كل هذه المسلسلات لاقوها في تطبيق واحد اللي هو فيو، وباشتراك رمزي تقدروا تشوفوا المسلسلات بدون اعلانات، وتقدروا تحملوها وتشوفوها بدون انترنت، وتقدروا تفتحوا التطبيق من 5 اجهزه مختلفه. والعرض الرهيب اللي عندهم الحين هو انكم تقدروا تحصلوا على اشتراك سنه كامله بسعر 4 شهور فقط، فما اتوقع انكم تحتاروا بعد كذا. حملوا تطبيق فيو وقولوا لي في التعليقات اي مسلسل شدكم اكثر.